وقع بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة شيء، فكانت خصومة فيها دلال ومودة وفيها محبة وشفقة. وقع تنازع في شيء، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ترضينه حكما بيني وبينك؟ أترضين بأبي بكر؟ أبو بكر أبوه، فرضيت بأبي بكر. سيكون في العرف الجاري بيننا أبو الزوجة لا يمكن أن يكون حكما، في الغالب يكون خصما ينصر امرأته على زوج ابنته، ولكنه أبو بكر. فجاء أبو بكر فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تقولين أنت أم أقول أنا؟ قالت: قل أنت ولا تقل إلا حقا. وهل يقول إلا حقا؟ هي غضبة. قالت: قل أنت ولا تقل إلا حقا. لم يطق أبو بكر، فقام يضربها في خاصرتها ويقول: يا عدوة نفسها، وهل يقول إلا حقا؟ يخشى أن يغضب الرسول عليه فيطلقها فينقطع سببه من رسول الله، وهذا أمر كبير. أو أن يغضب الرسول عليها فيغضب الله لغضبه فلا تفلح بعدها أبدا. فقام يعاقبها بمحضر الرسول. النبي لم يستدعه لكي يكون خصما له ليتكلم باسمه، وإنما استدعاه حكما بينه وبينه. فلما تحول إلى خصم لم تجد عائشة إلا أن تحتمي برسول الله، وهو الخصم والحكم صلى الله عليه وسلم. فقامت تحتمي بظهر النبي وهو يدفع أبا بكر عنه، يقول: ما لهذا دعوناك؟ يعني ما دعوتك لعقابها، كنت أنا أعاقبها، ولكن ما لهذا دعوناك؟ ذهب أبو بكر مغاضبا وعلى مثل الجمر متلددا، فظل يحوم حول المكان. لما انصرف أبو بكر أقبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا وصفه بكتابه بالرؤوف الرحيم، وذكر أنه على خلق عظيم. لما ذهب أبو بكر نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا ومعاتبا، فقال: أرأيت كيف دفعت عنك الرجل؟ يا أنس، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خذ هذا الدرهم فاشتري لنا به عنبا. يريد أن يعقد صلحا على مأدبة. خذ هذا الدرهم فاشتري لنا به عنبا. فذهب أنس فجاء بالعنب فأخلى يأكلان. أبو بكر رضوان الله عليه يدور حول المكان فلقي أنس. قال: يا أنس، ما الخبر؟ ما وراءك يا أنس؟ ما الذي حدث؟ قال: اصطلحا، لقد تركتهما والله يأكلان العنب. فجاء أبو بكر مسرعا فدخل غير محتشم فجلس وقال: دعوتماني في خصامكما ونسيتماني في صلحكما. قال: اقعد فقل. ليس الإحسان إلى المرأة أن تكف الأذى عنه، فهذا من كرم الرجل أن يكف أذاه عن امرأة. يعني ليست بطولة ولا رجولة أن يضربها وأن يجلدها جلد العبد ثم يطلبها آخر الليل، فهذا مما استنكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما الرجولة وإنما الشهامة وإنما التمسك الحق بأن يملك زمام نفسه عند الغضب، فهذا هو الشديد حقا. ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يجمل صفاتنا وأن يحسن ختامنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. بارك الله لهما
وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.